هلا وحبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير وسلامة. اليوم وصفتي لهذا اليوم هي ايس كريم. راح اسوي لكم. هاي يجي كيس باودر جاهز، بس هو مو موطة يعني كاملة، تحطوا له حليب وتحطوا له او كريمة. وهذا راح اسويه بنكهة البطيخ. عفوا. وهذا عندي هذا الكريم اللي هو شلون كريمة شانتيه، باعوا يجي شكله. يحطوا للكيك وللحلويات كريم شانتيه نفسها بس جاهزة. هاي هذا شكلها. راح أول شي جيت على الخلاط، راح أحط البطيخ. أحط البطيخ وشوي ولا كلش مي بحيث أطلع منه عصيرين. حطيت البطيخ، راح أحط شوي ولا كلش مي، كلش يعني، بس ليش؟ حتى ما يصير على حاله. المهم راح أشغل الخلاط، بس أول شي أسده. وطبعا هنا سديت القبق، راح اشغله. مثلا اختار هذه اللي تقطع. اول شي اشغل الدقمة مالته، وبعدين راح اشغل هذه اللي تقطع. اول شي تقطع. هسه اصدقائي صار باعوه مثل العصير. شو نسوي هنا؟ نبدي نشيل هذا بعد ما نحتاجه، وراح اخذ الكمية هاي اللي هي مقدارها كوبين، تقريبا كوبين. راح اجيب نجانة وراح ادير هاي الكمية كلها. ونفس الكمية اضيف من هذا الكريم فوق البطيخ. هسه ادير فوقه وارجع. طبعا نبدأ نخفقه بهذا اليدوي، واذا ما تريدون بهذا اليدوي استخدموا مال كيك، نفسه مال كيك، تظلون تخفقوها الى ان تصير للكريمة. هسه بعد ما صارت بهذا الشكل، راح اجيب هذا تحته باودر وراح اديره كله فوقه، وهم نظل نخلط الى ان يتماسكون مع بعض. هسه صارت بهذا الشكل أصدقائي. باعون السمك مالها. طبعا سويت بقى عندي شي بطيخ، راح أخليه فوقه. قطعته بهذا الحجم، راح أخليه فوقه. نخبط المواد مع بعض، يعني البطيخ ويا هاي، وبعدين نحضر علبة ونحطها بعلبة وراح أشوفكم. هسه عندي هاي نساج الكيت كات، باعوا كيت كات، راح أكسرهن قطع صغار وراح أحطها فوق الآيس كريم، وبعدين أشوفكم شكلها قبل ما أحطها بالفريزر. هسه حطيت لها الكيت كات هنا مع البطيخ ونخبطها مع بعض. وبعد ما خبطتها محضرة علبة راح أحط بيها الآيس كريم اللي هي هذا مثل ما تشوفون قدامكم. راح أديرها كلها وبعدين أديرها بالمجمدة وأجمدها. هسه هاي راح أخليها أغطيها وأجمدها وأشوفكم شكلها بعد ما تجمد. هذا شكل الآيس كريم مالتي. راح أودي لكم إياه شوية مكان طاوي، أو راح أعلق الضوء. شكله يخبل، بس هسه شوية جامد، باعوا جامد. راح أخليه شوية يعني لين كان ليلة كاملة، شوية ياخذ ليون. وأشوفكم شكله بعد ما أحطه يعني صحن أو كاسة التقديم. إن شاء الله عجبتكم طريقتي لهذا اليوم. حطولي لايكاتكم الحلوة، لا تنسوني، وطبعا انتظروني لما أصبها. وتحياتي لكم أينما تكونوا. باي باي، انتظروني في حلقة جديدة. مع السلامة. باعوا أصدقائي الشال ما تتخبل، جربوها كلش راح تعجبكم.
هذا شكلها بعد ما جمدت وكلش طيبة. إن شاء الله عجبكم فيديو لهذا اليوم ونال رضاكم. تحياتي لكم أينما تكونوا، وألف ألف سلامة. شوفوا شلون شكلها. باي أصدقاء، انتظروني في فيديو جديد. وهاي أصدقائي حطيتها بالبسكت خبر. كلش طيبة، جربوها راح تعجبكم. تحياتي لكم، مع ألف سلامة. باي باي.